اسمع كده صاحبي الهتاف ده. خليني بقى اسألك سؤال كده، انت شايف ان الهتاف ده عادي واللفظ اللي اتقال ده عادي ولا لا؟ انا عارف ان في ناس هتقولك يا عم الكلام ده عادي، والكلمة دي اتقالت في مسلسلات واتقالت في افلام وكل الكلام من ده. انا عارف ومعاك، لكن هل انت تقبل ان الهتاف ده مثلا يتهتف او يتسمع جوه البيت عندك ولا لا؟ قول لي برضو في الكومنتات. طيب ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان دايما بيبقى في مناوشات ما بين جماهير الاهلي وجماهير الزمالك وجماهير الزمالك وجماهير الاهلي، لكن بلاش الهتافات دي، بلاش الهتافات اللي بيبقى فيها الحاجات دي، ما بتبقاش حلوه وما بتبقاش لطيفه. يا ريت ننقي الالفاظ. تمام، انت كده اصلا انت ممكن تتمنع من حضور ماتش، من حضور ماتشين، ده هيجي على دماغ النادي الاهلي. النادي الاهلي هيتغرم برضه، هيتغرم بسببك انت. فمش احسن حاجه ومش الطف حاجه ان انت تقول الالفاظ دي. نقي الفاظك، اهتف، اعمل المناوشات اللي انت عايز تعملها، يعني استفز الجمهور المنافس بطريقه حلوه وبالفاظ حلوه، بالفاظ تتسمع وكلنا نبقوا راضيين عنها. نادي الزمالك بيشتكي بسبب الهتافات دي، ليهم حق طبعا، ليهم حق. ولو النادي الاهلي اتغرم هيبقى فعلا ده قرار صحيح، ولو الجماهير بتاعت النادي الاهلي اتمنعت ماتش او ماتشين برضو القرار هيبقى صحيح، لان المفروض ننقي الفاظنا ونحترم نفسنا. انا بتكلم هنا الجمهورين، مش بكلم جمهور واحد. الهتافات دي ممكن تتقال على تتسمع في التلفزيون، ممكن الهتافات دي تتسمع في البيوت، فبلاش يا جدعان، يا ريت نحترموا نفسنا شويه.